صباح الفل يا فراولات. النهارده فيديو جديد، فيديو سعيد. خلينا نقول ايه، توتة 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 ولا تخلص الحدوتة. خلاص اخر يوم النهارده، اخر يوم بعد تعب، بعد معاناة، بعد حاجات كتير قوي. الاتجاه نحو اليمين. مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه اقول لكم قد ايه انا مبسوطه. اللهم لك الحمد ولك الشكر باللي انا وصلت له. النهارده اخر يوم في الكورس، فاللي هو يعني انا اساسا مش مصدقه ان خلاص النهارده اخر يوم، وان النهارده انا كده خلصت. برضو احساس حلو، يعني عارفين انتوا احساس الوصول ده حلو قوي، حلو قوي 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 فوق ما انتوا ما تتخيلوا. الاتجاه نحو اليسار. فانا دلوقتي انا رايحه، انا صحيت متاخر اصلا وكان لازم بقى ان انا ايه البس بسرعه. فلبست اي حاجه قدامي، اللي هو انا عايزه اخلص. الاتجاه نحو اليسار. طبعا متاخره، بس ان شاء الله يعني اوصل على طول. واما اوصل بقى هقول لكم على كل حاجه، واقول لكم انا عملت ايه، ويعني فاضل ايه، والفتره الجايه هنعمل ايه. كل حاجه انا هقول لكم عليها. ف بما ان النهارده اخر يوم كورس كده، يعني خلينا نشوف اليوم هيمشي ازاي. فيلا بينا بقى ايه، الله المستعان. خلاص يا فراولات، اخر سيشن الحمد لله، الحمد لله ختموها مسك زي ما بيقولوا. يعني كلمة مبسوطة دي قليلة جدا. النهاردة برضو اتعلمت حاجات جديدة. وهي كانت الديرما بين للشعر، خصوصا كمان ايه الحاجات اللي تتحط بقى، يعني عشان الفراغات، عشان لو في صلع وراثي، الكلام ده كله. ف مبسوطه اصلا ان انا يعني عملته، لان هو كان برضو من الحاجات اللي كانت ناقصاني، وهو من ضمن السيشن. الاحلى بقى، عشان كده بقول لكم ختامها مسك. الاحلى بقى ايه، ان النهارده كان من ضمن الكورس كان في بنات بتاخد حاجات جديده، سيشنات جديده. فالنهارده كان اول مش اول، امبارح كان السيشن بتاعهم اللي هو النظري، والنهارده اول سيشن عملي. فحضرت معاهم، فلكم ان تتخيلوا كان مرجع ليا عامل ازاي. استنوا نرجع ونتكلم، نرجع العربيه. المهم ايه، قفلت طبعا عشان كان في حد دخل المكان يعني وكده، فيعني مش لازم نتكلم قدامهم يعني. المهم ايه، خلاص خلصت زي ما قلت لكم، وتعلمت حاجات بقى جديده، وده المهم. وعشان كده بقول لكم ختاموها مسك، ان ربنا اراد اني يعني يبقى ليا مرجع كامل عن كل حاجه انا خدتها. انتوا متخيلين؟ يعني كل اللي انا اخدته يبقى ليا مرجع كامل كده النهارده. بصوا ربنا وتدابيره وخطته. طبعا انا لسه ما استلمتش الكارنيهات ولا البورد ولا اي حاجه من الحاجات دي، لسه ما استلمتهاش. فاللهم سيدنا محمد، لسه كام يوم واستلمها. المهم بقى ايه، عارفين انا نفسي في ايه؟ نفسي اعمل لكم حفله، واللهم صل على النبي، ونحتفل كلنا واشوفكم بقى ونحتفل كده باستلامهم ان شاء الله. لما استلمهم ده اللي انا نفسي فيه بامانه. فبرضو ايه، هنشوف، هنعرف يعني، ربنا ييسرها كده، وهي خطه ربنا. برضو انا هسيبها على بتدابيره وبخطط ربنا، عشان انا متاكده ان كلكم هتفرحوا لي.
ونعمل تورته وزينه وحاجات كده، ونشوف مكان ونتجمع فيه ونعمل حفله لذيذه كده عشان اشوفكم كلكم، لان اكيد دي مش اي فرحه يعني، ده مش هيبقى اي احتفال خالص. بس فهروح بقى ونشوف هنعمل ايه. انا مبسوطه النهارده ونفسي اعمل حاجات كتير قوي، فهنشوف دلوقتي. خلاص انا روحت. عايزه اقول لكم ان انا راجعه انا همدانه جدا. انا اول حاجه شربت قهوه وقاعده عملتها لي، راجعه همدانه بشكل مبالغ فيه. تمام. كان في حاجات ناقصه في البيت قلت اجيبها بالمره، طلبتها من السوبر ماركت. و وعد كانوا عايزين اللي هو بوزو بزياده، اللي هو البرو ده اللي هو اللي بيكسب. ماشي. فجبت لكل واحد فيهم ايه واحد. تاخدي ده ولا ده؟ ده هشيله الوعد. خلينا ايه نفتحه نشوف عهد كسبت ايه. انا بحبه بصراحه، بحب طعمه. يمكن من فتره التانيه كده اخد واحدتين. دي ضوافر كده. دي ضوافر؟ والله. امسكي كل نفتحها. افتحها. شوفيها دي ضوافر دي ولا ايه؟ متأكد عليها. بوظ يا شيف انت ولا يهمك بقى. يخرب وقاعد واقف في المطبخ جايبه السقف على الارض. اقلام. ايه ده؟ الله، ده اقلام تقريبا جليتر. الكيس ده ب 30 جنيه. طب افتحي بتاع بعض كده. لا وعد هتفتحي بنفسك؟ لا. تعالي افتحي بنفسك. عشان وعد هتاكل الاول. عاد اكلت. وعد بقى ايه؟ هنشوف دلوقتي هي بتعمل ايه دلوقتي. بتعمل مكرونه. تحس ان في حد داخل. بتعمل مكرونه. والله العظيم انا مخليه البيت والمطبخ والدنيا كلها زي القشطه. والله انا هخش دلوقتي اشوف. بتعمل مكرونه والله. ماشي. دي اقلام جليتر زي اللي عند بعض. والله. والله مش هديك ولا واحده. طب ممكن اخدهم انا؟ ماشي. اخدهم. في قلم تاني. ممكن اخدهم يعني؟ بجد؟ اخدهم كلهم يعني؟ انتي مسامحه؟ انا بخاف منك اصلا. والله تيجي الوليه اللي هناك دي اخدت كل ماما ايه ال 200 جنيه؟ يا لهوي. فمره وفي الاخر انا اللي اتبرعت. انا اتبرعت ايه؟ ما هي جت قالت لي بص، انا اوقات ما بيكون معايا فلوس ماشي، انا بديهم مصروف. في مره انا معيش فلوس، معيش جنيه يوحد الله. فجت عهد قالت لي يا ماما خدي 200 جنيه. بسم الله حرص قدام يا بت التربيه، يا بت التربيه هي ونعم الربايه. انا بطني ما جابتش الا عهد اساسا. فرحت. طب انت قالت لي خديها يا ماما لو انت محتاجه حاجه وبتاع. وكان ساعتها هم اصلا انا محتاجه فلوس، ان هم اساسا عايزين حاجات حلوه، مش عارفه كان في ايه ناقص في البيت. المهم فقلت ايه، طيب جبت يا ولاد 3 دقايق من بعد ما السوبر ماركت خد حساب 3 دقايق لقيتها هي فين ال 200 جنيه بتاعتي. عارفين انا فجاه رحت قاعده كده 200 جنيه ايه يا بنت؟ بسم الله النبي حرصك وضمنك حبيبتي. اديتها لي وقلت لي هاتي يا ماما الحاجه، وقلت لي هاتي لي حاجات حلوه. في ايه؟ الجعيره بقى انا عايزه المدينه. وفضحتني، ده ما سابتش مخلوق الا لما قالت لجوزي، لتيتا، لخالتها، ماما كانت مدياني 200 جنيه وخدتها. وعارفين بقى بتقول بقى اللي هو ايه يعني، ايه انا كل ما احوش فلوس ماما بتاخدها، اللي هو انا كأن انا هاتوا العيديه يا حبايبي انا هشيلها لكم. عارفين انتوا المبدأ ده؟ وفضحتني فضيحه الله لا يوريكوا، الله لا يوريكوا. وزن وعيات وخربت الدنيا بقى، انتوا فاهمين؟ والله خدتهم. ده في لون تاني والله. المشكله في الاخر ما زهقت من زمان رحت مديها ايه الفلوس اللي كانت معايا بعد ما مش عارفه اديت لها 45 جنيه ولا ايه؟ 30 جنيه حاجه 60 جنيه حاجه كده. هي بقى بتعمل ايه طول ما هي قاعده؟ بتعمل ايه؟ فلوس
في اي حته. لا طول ما هي قاعده تيجي بابي خد ال 10 جنيه دي ليك، ماما ال 20 جنيه دي ليك، وتقعد توزع علينا مصاريف. انا عارف فالفلوس اللي تداني اروح احطها رخام عشان ما اتهزقش انا في السن ده، انا ما ينفعش اتهزق. خدي يا ماما ال 5 جنيه دي، خدي يا ماما. هي طبعا تبقى بتاخدي حاجه من عيل بيجي لك رزق، يعني انا لما باخد منها حاجه بيجي لي رزق، فاقول لها ماشي يابا شكرا، واروح حاطه الفلوس. من ساعتها توبتي ايه، توبه نصوحه بقيت احط فلوس كده. خلاص خدي بقى، انا بهدلت السفر والله العظيم، شايله الدنيا ومنضفه قسما بالله، حتى غسلت الاطباق. الاطباق اللي غسلت قسما بالله يا مؤمنين انا رحت رصاهم مكانهم. عايزين حاجه دي عشان ما اسيبش حاجه ورايا. انا راجعه اصلا تعبانه، ما عرفتش كتافي. بصوا انا عندي الم هنا كده، كأن حد عامل ثقب. عارفين انتوا الاحساس ده؟ والله العظيم الله لا يوريكم. هنا في كتافي الاثنين الم صعب جدا. ماشي. جبت ايه كمان؟ جبت ازازه كريستال. وقعد الشيف وقعد خلصت لي الازازه. اصل انا امي ايجابيه، تربيه ايجابيه، والله ونعم الوكيل. انا تربيه ايجابيه، بعمل تربيه ايجابيه. اعمل لكم معايا؟ تحبوا اعمل لكم تربيه ايجابيه؟ اكيد. جبت ازازه زيت ب 220 جنيه. 20 جنيه بالكوب الزيت بتحطه على بشرتها تقريبا. يا وعد 220. هي اللي عامله زيت الصبح، زيت الصبح وحرقته. انا ما حرقتوش. لا مش انتي انا غاسله البتاعه بتاعت الزيت، انا غسلها امبارح بالليل ولقيت فيها شويه قد كده ومحروقين، قريب بيهم بني. ده دول حبه بتوع. لا انا مش عايزه لا هرجع. ب 220 جنيه يا بنتي. انا بشتغل عشان تقريبا اجيب طلبات بقى خلاص، يعني انا حياتي كلها ما انا بسهر وبشتغل طالع عيني عشان المصاريف. ان انا اجيب حاجه لنفسي ده ما بيحصلش. مش فاهمه انا. وجبت ازازتين حليب من دول، وكان الله بالسر عليهم. تعالوا بقى كده ايه نخش نشوف الكلام على ايه. تعالوا البسي يا ماما الكاب، بس الزعبوط يا اختي بس. تعالوا بقى كده بصوا. اتفرجوا. انا ما عملتش حاجه. بصوا كده، صلوا على النبي. قريب كده احنا لسه اتفرجوا، احنا لسه في الدخله. شايفين؟ لا دول مش انا. امال مين؟ اهو فين؟ اهو نسكافيه ومدري ايه. طب دي بتاعت بوبي. انا مالي انا هو بابا. انا مالي اهو. لا معلش بصوا، انا كل ده يعني انا مش مخليه حاجه. بدور على هو ايه ده؟ طب انت معليه النار ليه؟ انت معليه النار ليه؟ على فكره بيتحرق. لا. على فكره بيتحرق، انا وطيت. انت بتعملي ايه بقى؟ انت بتعملي ايه؟ ده ايه؟ كلهم مضاف. ده ايه؟ جبنه. مكرونه عجنت. ماشي عادي. عادي. كل دي جبنه موتزاريلا؟ طبعا بضاعه سايبه وصاحبها راجل مغفل اللي هو انا. هي دي التربيه الايجابيه. حاضر. طيب بتاع اساسا انت شيطتيها بيضتيها يعني هي كده باظت. بيضتها. انتوا عندكم حد بيقول بيضتيها كده؟ يعني بوظتها. طيب خلاص. يا مراري. دي ايه؟ مكرونه ايه يعني؟ انت عامله يعني ممكن ادوقها؟ دي مبكبكه. انا هدوق. بسم الله. هتقول حلوه. ده كده تسلم ايدك. الحله دي بقى تخلصوها. ماشي خلاص. اطفي النار. خلاص. بصوا حراقه صح؟ وادي الستريبس. انا شغلت لها الاير فراير وحطيتها لها فيه. انت راضيه عن اللي انت بتعمليه؟ هو ايه اللي على شفايفك ده؟ في مطرح جريمه على شفايفك. جريمه؟ يعني ايه جريمه؟ ايوه. كنت باكل جبنه موتزاريلا. بتاكلي جبنه؟ ماما هصوت اقسم بالله. هصوت؟ بصوا انا مش عارفه. شايفين بواقي الاكل اللي في الفرن؟
امم انا مش عارف. كده مش خليل. المشكله ان انا مش قادره اقف، يعني انا مش قادره اقف وراجعه تعبانه. ورا شغل. اه والله ورايا شغل، ما جهزتش الشغل. هاتي تعالي ما اعمل لك شعرك. تعالي بقى، تعالوا معايا بقى كده. مساء الخير، معاكم المامي الإيجابية والتربية الإيجابية. أن نتحدث أمال ما أقدرش أتكلم. إيه رأيكم في الإيجابية؟ أنا مامي إيجابية أوه لا لا أنا عايزة أعيط والله. شايفين الإيجابية؟ لازم دي واحدة اللي عاملاها. ابتدي يومك بابتسامة مشرقة. طيب دلوقتي اعمل لها ايه؟ حمام زيت كده، زيت زيت الحشيش. ايش حاجتك؟ عايزه بقى ايه اوريكم حاجه. ايه زيت الحشيش؟ هوريكم حاجه. ادي عهوده. تمام. انا من قيمه كم يوم اكتشفت ايه بقى؟ شعري بيقع. شعرك بيقع؟ لا، اكتشفت ايه؟ قولي الصراحه، قولي لهم. مش فاكره. اكتشفت ان عهد قص شعرها. ايه رايكم؟ انا مش عارف يعني انت ليه حاطه التوكه كده يا ماما؟ يعني ليه يا ماما؟ عايزه اعمل بومبا كده. انا ببقى مسرحه لها شعرها، ولما هولها وزي الفل تروح هي داخله الاوضه وفكه شعرها، ولما زي ما انتم شايفين كده ان ده متسرح، وهي راحت لماه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. يعني انا الله المستعان خليكي ايجابيه. تمام. انا اكتشفت بقى ان الاستاذه قصه شعرها من جوه كله. بصوا يا رب تشوفوا، شايفين؟ ايه رايكم؟ اهو شايفين كل شعرها من جوه اهو. ايه رايكم؟ قص شعرها كله من جوه. هوريكم اكتر بس خليني اشوف الفرشه. طبعا انا شفت لكم المنظر، انا بقى هاين عليا اعيط. طب يا حبيبتي طبعا انا فضلت بقى ايه، انا بقى فضلت ازعق. طب ليه يعني؟ ليه عملتي؟ وكان شعرها تقيل جدا. تخيلوا بقى قصت كمية الشعر اللي انتوا هتشوفوها. بصوا هي عاملة ايه. تعالي كده يا دودو. طبعا انا سامحتها. شايفين الشعر مقصوص منين؟ من فوق ومن تحت. يعني هي واخدة، بصوا اهو، من فوق واخدة من تحت. برافو يا حبيبتي، برافو. بتكرر الكلام، بتشلني اكتر. شايفين الخصل من نص شعرها؟ الخصل مقصقص، يعني مثلا مسكت كده وراحت قصه، وراحت مثلا سايبه دي وجت من تحت كده وراحت قصه. خصل بقى، يعني وانا اقول البت في حاجه غلط. انا بسرح لها شعرها، انا حاسه ان في حاجه غلط، بس انا ما بصيتش من جوه قوي كده. يعني انا ما بصيتش من جوه قوي كده، الا بقى ايه، كنت بسرح لها والنور ضارب. بصوا هتلاقي ما بين الشعر اهو مقصوص، بصوا اهو. مش عارفه اوريهولكوا ازاي اهو. ما بين الشعر شايفين كله بقى خصل. قصت شعرها كله. هو ده جديد يا عهد؟ ليه؟ انتي قصه ده جديد؟ لا. امال ايه؟ ده اللي طالع. ده ابويا اللي طالع. انا ابويا طالع. فبصوا يعني انا في حسره ما يعلم بها الا ربنا. في حسره، ما تخيلوا ان كل ده مقصوص. يعني بصوا منظر الشعر كده، شايفين كميه المقصوص قد ايه؟ بصوا لفي كده يا ماما، لفي. شايفين؟ ايه رايكم؟ انت لو مكاني هتعملي ايه؟ شايفين كل ده مقصوص؟ يعني لفي كده بس عشان يشوف. انا عايزه اوريكم اكتر.
اهو انا قربت لكم، شايفين كل ده مقصوص؟ شايفين؟ لفي تاني، لفي تاني بس عشان انا كده كده ما عملتلكيش حاجه، وكده كده مش هعمل لك حاجه، سيبينا اصوت بقى، سيبينا اصوت. بصوا مقصوص، تمام؟ بصوا مقصوص اهو، اهي شايفين كل شعره. فانا بامانه يعني انا محتاجه حد يتبناني بس يدلعني بقى ويهشكني، بس مش عايزه حاجه تاني يعني. بس انتوا متخيلين بقى انا وصلت لمرحله ايه؟ فمش يعني مش عارفه. فهنعمل دلوقتي بقى ايه؟ حمام زيت، عشان احنا محتاجين الكلام ده يطلع من تاني بقى، ونقعد سنين بقى. ما هو انت شعرك مش هيطلع في يوم وليله. وايه بتاع ده؟ بعمل لك زيت. انت شعرك سامعاني؟ شعرك مش هيطلع في يوم وليله، شعرك هياخد سنين عشان يطلع، عشان انت وقعتيه وبوظتيه. صح ولا لا؟ انت عملتيه ده صح ولا غلط؟ لو عملتيه تاني هعمل فيكي ايه؟ احكمي انت على نفسك، اعمل فيكي ايه؟ قوليلي، يلا قوليلي، قولي. انت احكمي حكم على نفسك. لو قصيتي شعرك تاني اعمل ايه؟ قولي لي يا ماما، لو عملت الحاجه الغلط دي تاني اعملي كذا. قولي، اعمل ايه؟ اضربك؟ يعني انت مختاره قرار الحاجه اللي انا اساسا مش هعملها، صح؟ يبقى انت بتقولي لي اضربك ليه وانا اساسا ما بمدش ايدي عليكم. كده غلط صح؟ انت عارفه ان ممكن شعرك ما يطلعش وتبقي قرعه. انت عايزه تبقي كده ولا يبقى شعرنا حلو وطويل وتقيل وكبير؟ صح؟ والله بصوا، انا بزعل جدا في المواضيع دي. انا عايزه اقول لكم ان انا كان شعري طويل جدا، وكان شعري تقيل جدا جدا. عارفين يعني ايه تقيل وطويل؟ احنا اساسا دي وراثه عندنا، يعني الشعر الطويل عندنا وراثه، تبارك الله يعني، اللهم لك الحمد ولك الشكر. فانا بوظته، انت فاهمه؟ انا بوظته. عملت ايه؟ قصيته. عارفه لما قصيته ايه اللي حصل؟ ما طلعش تاني، مش راضي يطول. والله العظيم بكلمكم بجد، سنين وعالج واعمل واسوي، خلاص هو زعل. الشعر بيزعل، بيزعل. فانتي سبحان الله ما كنتش بصدق الموضوع ده، بس فعلا الشعر بيحزن، خصوصا لو انت اللي عامله العمله المنيله دي، مش مثلا غصب عنك. طبعا يعني طب ايه اللي خلاكي تعملي كده يا عهد؟ او مش عارف ايه. قالت لك انا شفت عهد عملت كده، وعد عملت كده، فانا كانت بتقص اطراف شعرها، فانا كنت عايزه اعمل زيها فعملت. طب ما جيتيش قلتي لي ليه؟ ما انا لقيت شعري اتقصقص، فانا خفت اقول لك وما بقيتش عارفه اعمل ايه. طيب انتي مثلا بوظتي حاجه، عملتي الخصله هنا وقصتيها، تروحي مكمله؟ يعني ازاي عملتي كده؟ فعارفين يعني والله العظيم انا بهتم بشعرهم جدا الاتنين، وربنا عالم بهتم بشعرهم جدا جدا فوق ما انتم ما تتخيلوا. بصرف على شعرهم كتير جدا جدا، طول الوقت بصرف على شعرهم. اي حاجه حلوه اجيبها للشعر، حمام كريم كويس، شامبو كويس، زيت، بديل زيت، معطر للشعر، ما اعرفش ايه، للتشابك، فرشه عامله ازاي،
مش تعمل ازاي. كل حاجه تتخيلوها ما تتخيلهاش، كل حاجه بجيبها لشعرهم ما ببخلش. فتخيلوا بقى انت تروحي لاقيه كده هتعملي ايه انت بقى بالله عليك؟ لو مكانها هتعملي ايه؟ انا اتسمرت، عارفه لما تتسمري كده، ده اللي حصل لي. طبعا انا الاداه دي سيليكون ولا بتوجع ولا اي حاجه، بس الفكره كلها ان هي بتحفز فروه الراس، عشان يعني والله ما يرضي ربنا يا بنتي اللي انت عملتيه ده. اتمنى ما تعمليش كده تاني عشان كده حرام. ما نمسكش المقص عشان ده غلط، ماشي؟ طبعا بصوا انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه اعمل دي ايه. ودي كمان قصتيها؟ لا مول. كده. في حبة تاني في هنا كمان. هي بتقول لي يعني بتصبرني اللي هو ايه طالع فيه حاجات طالعه. ماشي، احنا عملنا مساج بالزيت. هقول لكم حواص الزيت دي برضو عشان لو عايزين تعرفوها. فين الفرشه؟ اهي وهلم الشعر تحت. أو ممكن تعملي ضفيرة. لا مش هعمل ضفيره. احنا عملنا اهو تحت. على فروة الراس. ده كانت يعني شعرها كان سمك، مش عارفه امسك، مش لاقيه حاجه امسك. انا مش لاقيه حاجه امسك، حسره. اتفضلي يلا. بصوا الخواص بتاعته. اولا ده حشيش بري بالاعشاب، ده بالاعشاب الطبيعيه والزهور البريه. بيطول الشعر بطريقه هايله، بيكشف الشعر، بيكثف الشعر بشكل فعال، ينعم الشعر ويكسبه بريقا ولمعانا، بيمنع التساقط بتاع الشعر، وكمان ضد القشر. فوالله يعني بصوا انا كنت مستخدمه لهم قبل كده، يعني بصوا حتى نص العبوه. فهجربه. انا عندي برضو شويه زيوت كده، وامي انا سايبه عندها شويه زيوت نوعيات فاخره. هجرب بقى معاها بقى ايه كل الزيوت. بصوا كده الحاجات اللي انا يعني بجيبها لهم للشعر، ما بستخسرش حاجه. البراند بتاع مون دي حاجات ليهم هما الاتنين. امبات هير بيرفيوم. يعني بصوا والله العظيم، والله كمان مره انا موضوع الشعر ده، وده سيروم ما بستخسرش فيه خالص خالص. وده متهيالي برضو ده البخاخ، متهيالي برضو ده هير سبراي للشعر، بخاخ الاعشاب اهو. ماشي، انا بوريكم بس كده يعني ده من بره اساسا جوز هند، تمام. وادي معاكي هنا ماسك، وادي معاكي هنا بتاع تريشو للشعر. كل الحاجات اللي انا بوريها لك دي للشعر. بصي كميه الحاجات اللي بوريها لك، انا ممكن اوريلك كمان اللي في الحمام. كميه حاجات للشعر مش طبيعيه. فاللي هو يلا اللي حصل طبعا انا اليوم كده بتاعي بالنسبه لي خلص وتعبانه جدا. فانا محتاجه ان انا اغير عشان انا ورايا حاجات كتير قوي عايزه اعملها. يلا هقول ايه، استعنت بالله. هقول لكم بقى السلام عليكم.